أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، النهاردة فيديو عشان نعرف إزاي نشتغل في كراسة الإجابة بتاعتنا. طبعا امتحاناتنا هتبقى قبل الامتحانات، بيقال إنها هتبقى قبل الامتحانات الأساسية، فلحد دلوقتي إحنا مش عارفين فهل هي قبل الامتحانات أو أثناء الامتحانات. ده ما يخصناش، اللي يخصنا إزاي نشتغل ونعرف إزاي هنعمل إيه في الكراسة بتاعتنا. امتحاننا بيجي لنا عبارة عن تعبير فني ونظري ودوم اجباري. تعبير فني ونظري ودوم اجباري، نشوفهم كده مع بعض. ده امتحان سنين فاتت، بيجي لي نظري وبيجي لي تعبير فني وبيجي لي 3 اختار منهم 2. الاثنين دمت مع التعبير الفني يبقوا 3. اذا انا هعمل ايه؟ اذا انا هرسم 3 مواضيع وهحل سؤال نظري. كل موضوع من الموضوعات ده اهو عليهم درجه. درجه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لازم تحل في الثلاث مواضيع وترسم في ال3 مواضيع بالاضافه للنظري. فما فيش واحد يروح يعمل لي موضوع التعبير الفني ممتاز وبرفكت وبعد كده ما يعمليش في ده او في ده، طبعا مش هياخد درجه. طيب الكراسه اللي بتجي لنا عباره عن ايه؟ الكراسه اللي بتجي لنا عباره عن كراسه أول صفحة فيها مكتوب فيها الثقافة الفنية اللي هو النظري. هنحل النظري هنا أو هنا، بس يستحسن في الصفحة الأولانية خالص اللي هي ديت عشان نسهل على المصحح. يبقى بنحل النظري هنا. عايزين نكتب السؤال ونحل إجابته ماشي، عايزين نكتب الإجابة على طول برقم السؤال متاح لك ماشي. بعد كده بنلاقي ورقة مكتوب عليها التعبير الفني. هتعمل إطارك وتظبط دنيتك زي ما انت متعلم وهترسم هنا. لازم ترسم لان الموضوع ده اجباري. ارسم اي شيء بيخص الموضوع هتاخد عليه درجه، لكن تسيبه فاضي 0. والحاجات دي احنا بنشوفها في التصحيح جدا. محدش يسيب موضوع التعبير الفني فاضي لان هو اجباري وبيبقى عليه اعلى درجه. هترسم هنا، تعمل اطارك وترسم، وبعد ما ترسم تبشر زي ما اتعلمنا بره وجوه بالوانين مختلفين. خلي بالكم من موضوع التعبير الفني لازم تعمله. بعد كده التصميم الفني، هتختار اللي هو التصميم الابتكاري او قص ولزق او التذوق. هتختار 2. اخترت مثلا التصميم الفني اللي هو الخط الهندسي، هتعمل برضو اطارك وتجهز نفسك. كلمة واحدة هتقسم الصفحة وتعمل جسم الكلمة وتكتب الخط الهندسي. كلمتين هتقسم الصفحة لكلمة فوق وكلمة تحت وتكتب كلمة فوق وكلمة تحت وتلونها بطرق التلوين اللي اتعلمناها وتبشرها زي ما اتعلمنا بره وجوه وتطلع شغلك ممتاز وبرفكت زي ما احنا متعلمين. بعد كده هتيجي هنا على التذوق اللي هو الظل والنور. الظل والنور هيجيب لك رسمة هتنقلها، هتكبرها، هتظللها زي ما احنا متعلمين. وبرده الرسمه ديت داخل اطار وتبشر بره وجوه وتظبط دنيتك. وخلي بالك التذوق الفني ده بيبقى بالقلم الرصاص بس. بعد كده اخر حاجه القص واللزق. هتعمل اطارك من القص واللزق مش من القلم الرصاص. هتعمل اطارك الاول بالرصاص وبعد كده هو موضوع قص ولزق. يبقى كل حاجه لازم تبقى من القص واللزق. يبقى حتى الاطار هعمله من القص واللزق، وابدا الموضوع اللي جايبهولي ابدا اقص والزق زي موضوع كانه موضوع تعبير فني. بس الفرق ان في التعبير الفني انا بلون، لكن هنا انا برسم والورق اوتوماتيك متلون، فبعمل موضوع من القص واللزق. ويبقى انا كده اشتغلت في كل المواضيع اللي هو جايبها لي في الامتحان. حاجه اخيره مهمه جدا للطلبه والطالبات، الوقت. انت وقتك 2 ساعة بس خلي بالك بيمر عليك كانهم هوا، فما بتلحقش تخلص. لازم تشتغل في كل الموضوعات. زي ما قلت لكم. دي حاجه بنشوفها في التصحيح عندنا، ان بلاقي طالب او طالبه عامل لي موضوع التعبير الفني ممتاز بس هو عليه 3 مثلا. طب انا هديك 3 من 3 وسايب لي الموضوعات الثانيه كلها فاضيه. طب انا هديك كل موضوع لازم تشتغل فيه، كل موضوع لازم تحط ايدك فيه. الاحسن انك تخلصه والاجمل انك تفنشه، ما تسيبش موضوعات فاضيه. وده عشان تعدي الماده بتاعتنا. الماده ساعتها صحيح ما بتنضافش المجموع، لكن ماده نجاح ورسوب. ده معناها معناها ان ممكن تسقطك وممكن تخلي عندك دور تاني. عيبه جدا ان انت تبقى جايب مجموع جميل جدا فوق ال100 لكن نازل في التربيه الفنيه. واضح؟
مشي بالتعليمات اللي احنا قلنا عليها، مشي بالحاجات اللي انت اتعلمتها على مدار الترم كلها، واتمنى الناس كلها تكون عارفه الكلام ده. ان شاء الله هتخش، ربنا هيكرمك وتجيب درجه كويسه وتعدي الترم، وده اللي احنا عايزينه منك. تمنياتي لكم، وان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله تبقوا على خير. مع السلامه.